سمي الله يا اساتذه. 3 2 1 اكشن. هموت من الضحك. فريد عنده سؤال مهم قوي يا دكتور. عايزه جد كتير ولا في هزار؟ يلا نظر. والله الذاكره بترجع اهي واحده واحده بس واحده. الامومه مش سهله. يا رب تستفادوا منها لا بص عايز اخدها وان شوت. مسؤوليه كبيره قوي بتبقى فجاه مش عاجبني. طب مش بسم الله اخر مره ان شاء الله. هاديه بقى عشان هنقلب بقى. انا بصي ولا لا هعيط. هو يا عم في ايه يا عم بهزر. مود مقفول كده. بس go round them. انت يا لينا يا بطاوي يلا ده الكلام. بطلوا عيط بطلوا بحبكم قوي. لاف يو يا لينا. ازيكم عاملين ايه؟ ما تستغربوش، انا عارف ان انتم متعودين دايما لينا هي بتبدا الحلقه، بس انا قررت النهارده انا اللي ابداها، ومش هاجي حتى كضيف، لا مش بعتبر نفسي ضيف، بس جاي كأب حياته اتحولت في خلال سنه من شاب خططه في الحياه في مستقبله في كل قرار، كل ده اتغير في لحظه واحده بس، هي اللحظه اللي فريد ابني جه فيها. انا طبعا يعني سنه بس اب، بس السنه دي حصل فيها حاجات كتير قوي حلوه وحاجات كتير كانت ايام متعبه جدا، فجاي النهارده عشان انقل لكم الاكسبيرينس والحاجات اللي احنا عشناها انا ولينا في خلال السنه دي. فتعالوا نشوف لينا محضر لنا ايه النهارده، ان شاء الله نتبسط. هاي ازيك؟ عامله ايه؟ فاكر اخر مره قعدنا القعده دي؟ كنا لسه شباب. كنت لسه حامل في استاذ فريد. كنا متحمسين قوي. و عندي كلام كتير عايزه اقوله. فاكر اول ما سمعت صوت في اوضه العمليات؟ فاكر اصلا اليوم ده؟ فاكره، بس كنت بحس دايما ان انا في حلم، يعني انا حاسس اليوم ده ان انا كنت في حلم، مش حاسس ان دي حاجه حقيقه بتحصل. الدكتور جه قال لي خد سلم على ابنك، ماسكه بالعكس. بس انت كنت قرفان شويه. مليان ماده غريبه قوي طبعا ودم وبتاع، فالمفروض ان انا بقى ابوسه وكده، بس قلت له تمام انا كده كويس قوي. بس لا كنت حاسس ان انا بحلم، مش عارف ده مين، مش عارف انا فين، مش عارف ايه اللي بيحصل، بس كانت تجربه حلوه، كان لازم اعملها يعني كنتش مش حاسس ان انا ندمان ان انا دخلت معاكي اوضه العمليات بصراحه وقت الولاده. فاكره انا كنت عامله ازاي؟ انت كنت كوميديه جدا عم. لا يعني استني، كنت ماشيه اقول الناس كلها بحبك. واو دكتور شريف دكتور شريف انا بحبك انا بعشقك يا دكتور شريف. دكتور شريف عملته ليه بقى؟ انا دعيت لك كتير قوي بكذا وكذا، ادعيه بقى بيننا احنا الاثنين، بس دعتيها بصوت عالي قوي في اوضه العمليات، فالناس كلها عرفت احنا نفسنا ايه اللي بس يحصل. دعيت لك بالعربيه نفسك فيها وجت. صح. فاكر؟ ايه ده؟ صح فاكر؟ صح قوي، صح؟ جت فعلا. بس لا يعني فضحتيني شويه في الدعاوي، بس كانت بس كانت الحمد لله كلها استجابت تقريبا. اول ليله كنت بتعمل ايه ولا؟ احنا اول حاجه احنا عملنا جامدين قوي ان احنا يعني احنا الحمد لله مش عايزين اي سبورت من اي حد، وان احنا روحنا بفريد انا وانتي. لا انا مش بتكلم اول ليله في البيت. امال اول ايه؟ اول ليله في المستشفى. كنت واخد اوضه في اوتيل. لا اقسم بالله. طب انت بتقسم؟ ما انت قعدتي يومين في المستشفى. واول يوم اول يوم كنت معاكي، تاني يوم ما قدرتش دخلت لا انت اول يوم اللي ما كنتش معايا وتاني يوم ما صح، كنتش صح، معايا. صح. ما انا لقيت بصراحه ممرضات قايمين بالواجب بصراحه بس انا والله جيت نمت على الكنبه اللي قدام السرير عندي، ما قدرتش انام جوه. طب اول مره تشيله بعد بقى ما خرج من اوضه العمليات، ومش فكره يعني شكله بقى طفل، بس كان طفل وحش شويه. بس كان مخيف. انا وحياة ربنا اصلا اول يوم كنت بقعد ابص له كده، اللي هو الناس كلها بتقعد تقول بجد انتوا هتجيبوا بيبي امور قوي، وهو واخد بوكس في وشه، شعره واقف بطريقه لا غريبه. بس انا كنت عارف ان هو وشه منفخ وبتاع عشان لسه مولود وكده، والميه اللي بتنزل منه في الاول الفتره دي، بس كنت مصدوم شويه من ملامح وشه، يعني قلت المفروض يبقى احلى من كده في اول ما اتولد. بس برضو سيب بقى من كده ان انا بدات احس ان انا هبقى اب دلوقتي حالا، يعني انا دلوقتي من شاب بقى كل همي في الحياه ان انا اهزر واضحك ونسافر فين واجيب ايه واعمل ايه واسوي ايه، لدرجه ان في حد بقى، في شخص مسؤول انا مسؤول منه او هو مسؤول مني. اسمها ايه؟ الاثنين. لا بتبقى حاجه تانية، بتبقى انت هو مسؤول منك. هو مسؤول مني، هي دي. فشايله بقى انا مش عارف ده مين والله. قعدت بس انا يعني بقيت واعي اكتر لفريد بعد شهر مثلا، يعني اول شهر ده اقسم بالله انا كنت عارف انتوا مين. انا اصلا مش فاكره اول شهر. والله اه انت عارف ان انا وحياة ربنا، يعني لو حد قال لي انتوا عديتوا اول شهر ازاي، انا والله حتى مش فاكره كنا بننيمه ازاي. يعني بقعد افتكر، فاكره كان عندي حاله عصبيه. هو كان بيصحى كل ساعتين. انت فاكر كان اول اسبوع
فاكره؟ أنا فاكرة حاجات. مرة شِلته منِّك وأنتِ سِبته جنبي نايم عادي جدًا، فأنتِ قُلتِ تنامي شوية على الكنبة، بتعملي حاجة غريبة بوشِّك وأنتِ إزاي نايمة أنت مصورني؟ صورِك، أقسم بالله عملتِ كده، عملتِ حاجة بوشِّك أعصابِك تعبانة 100%، فحسيت إن أنا قاعد مع مش عارف مين ده عامةً اللي قاعد جنبي ده، وأنتِ عملتِ حاجة غريبة بوشِّك، بس لأ الشهر أنا عارف أنتِ ما كنتيش واعية ليه أوي، بس كان شهر لأ حلو، مش فاكرة، يعني باقعد أقول اللي هو كان شهر رمضان كنا في رمضان صايم تعبان، وبعدين ما كنتش مش فاكرة بنعمل إيه يعني أنا فاكرة اللمبة اللي شبه قرع العسل باكرهها كل أمّا أشوفها أفتكر لأ هو فريد كان بيصحى كل ساعتين، بس إحنا كنا مبسوطين يعني أنا ما كنتش متضايق، ما كنتش حاسس إن هي كانت experience حلوة إن هو ابننا وإحنا الاتنين اللي بنعمل كل حاجة وأكننا في bubble كده إحنا ال3 مع بعض، ومش حاسس إن هي كانت حاجة برغم يعني إن إحنا ما كناش بننام والكلام ده، بس حاجة كانت حلوة أوي يعني experience حلوة أنا أوي. حاسة كمان إن دي حاجة خلّتنا إن إحنا عارفين نشيل مسؤوليته أحسن من بتضحك على إيه؟ صح، عمري ما هاعملها تاني أقسم بالله بعد كده والله هاجيب العظيم العيلتين يقعدوا مع أي بعض. واحد ماشي في الشارع عايز support هاجيبه فاهمة، يقعد فاهمة. معانا أنا ما عنديش مشكلة خالص. إمتى حسيت إن أنت إيه ده أنا بقيت أب؟ ما أنا باقول لِك بعد شهر، يعني بعد ما عدّينا الفترة بتاعة إن إحنا الاتنين لوحدينا في البيت معاه، بيصحى كل ساعتين، بترضعيه، مش عارف إيه، بتغيّر له، بيعمل بيبي في وشنا وبيغيّر، يعني طهارة، طهارة. كل حاجة كانت صعبة جدًا، بس فاكر أول مرة حمّيناه؟ تقريبًا هي دي أول مرّة أنا حسّيت إن أنا فيها في ابني معانا خلاص، قطعة ابني قد موجود، كده مطلوب مني أنا وعمل أحمّيه، toilet في المَيّة. يا ما لهوي! تفكّرنيش بالحاجات دي، فاكر؟ وسُرّته بقى لمّا وقعت لأ بس هي الفترة دي اللي خلّتني أحس فعلًا بإن أنا أب أوي، على فكرة لو كان في حد جه مثلًا يساعدنا مامتِك أو مامتي أو أيًا كان، كنت حاسس إن أنا ما كنتش هاحس إن أنا أب بالسرعة دي، غير لمّا اتحطيت أنا أوي قدّام الحاجة، فاهمة. بس لأ كان شهر عمري ما هانساه في حياتي يعني. طب بتحس إن ساعات المسؤولية كانت أكبر مما أنت توقعت؟ أو مما أنا وأنت كنا فاكرين، يعني إحنا كنا بُصّي فاهمين حاجة أنا نفسيًا كنت مستعد أوي للي أنا داخل عليه، وعارف إن أنا داخل على حاجة كبيرة جدًا، ما اتصدمتش من الواقع على قد ما أنا خلاص أنا تمام، أنا عارف أنا اتحطيت في إيه ومهيأ نفسي أوي لده، وأنا أصلًا نفسي في ده من زمان أوي، فما كنتش حاسس إن أنا مصدوم أوي أول ما شُفت إيه ده، هي دي بقى إن أنا كده بقيت أب وده بهدلة، لأ خالص، فأنا كنت مستعد أوي ليها، فده اللي خلّاني ما ابقاش مصدوم يعني. بس دايمًا باحس إن إحنا قبل ما اتحطينا في إن إحنا بقينا أب وأم، أنا أصلًا مش مستوعبة إن أنا باقول كده، إمم. كنا فاكرين الحياة هتبقى حاجة، وبعدين الحياة اتغيّرت completely يعني مش ما اقدرش أقول إن هي الأوحش، بالعكس أنا أصلًا يعني أنا كلينا ما تقدريش تقولي إن هي الأوحش طبعًا. إمم. يعني لأ، بس هي بقت حاجة يعني أنت أكنّك بتبتدي من أول وجديد. طيب هاقول لِك حاجة، أنا بس قبل الخلفة كان في حاجات حلوة كتير أوي، بس باحس إن إحنا لمّا جيت دلوقتي حسيت إن أنا حياتي كانت مملة أوي. باعيط دلوقتي. لأ مش عايز. حاسس إن أنا حياتي كانت مملة أوي قبل فريد، فاهمة حاجة؟ يعني إيه ده إحنا كنا بنسافر ونخرج ونروح ونيجي وعادي ونطلع شنطتين. ننام نصحى نسافر بشنطتين بس وممكن شنطة carry on ده دلع مننا، دلوقتي نسافر ب8 شنط، القعدة في البيت بقت بحساب، نزول بحساب، كل ده بس ده ليه حلو وليه وِحِش، في نفس الوقت زمان يعني كانت حاسس إن هي هتبقى مملة أوي لو فضلنا كده كتير، فاهمة حاجة؟ إمم. فريد جه غيّر حياتنا كلّها، بس مش حاسس إن هي الأوحش، حاسس إن هي بجد للأحلى في حاجات كتير أوي، و لأ يعني غيّر كل حاجة في حياتي. شقلبة. لأ، غيّر كل حاجة بجد. إيه الأحلى؟ لأ طبعًا بفريد، أنتِ صح؟ بتهزري والّا إيه؟ بس عبيط نايم في البيت دلوقتي مش فاهم قاعدين حاجة بنتكلم خالص عن أيوه. لأ طبعًا الأحلى في كل حاجة. إيه أكتر حاجة وحشاك في حياتنا؟ قبل الجواز والّا قصدِك لأ قبل الجواز أنت أكيد حاجات كتير وحشاك أنت. ماشي، قصدِك قبل الخلفة. قبل قبل الجواز عايز أكتر حاجة وحشاني قبل الخلفة آآ، وحشاني بس في نفس الوقت برضه لمّا بافتكر دلوقتي فبالنسبة لي دلوقتي أحسن، بس كانت وحشني أوي إن إحنا حُرّين أوي في وقتنا وفي نومنا وفي صحياننا، بننزل وقت ما إحنا عايزين الحرية دي برضه حلوة، نوعها حلو أوي، بس دلوقتي المسؤولية الموجودة مع إن إحنا بنقدر بنقدر على قد ما نقدر نعيش حياتنا برضه أنا وأنتِ، فدي برضه حلوة، لكن وحشاني بس دلوقتي أحلى بكتير، ما فيش مقارنة يعني. لمّا بتعوز تفصل مني أنا وفريد بتعمل إيه؟ هو على فكرة مش أنا بس، أي راجل بيحتاج أيوه أنا مش يفصل ضد على عشان فكرة، أعرف بالراحة أكمّل، افصل يا حبيبي افصل، يعني افصل. عشان أنتِ بس بتقوليها عايز شوية تفصل من دلوقتي؟ لا، أصل أنتِ بتقوليها شوية اللي هو محتاج إن أنتِ تفصل منّي، اللي هو تفصل ليّا. أيوه يعني إحنا أصلًا ما بنعملش حاجة يعني.
احنا غالبا جدا. لما بحب افصل بخرج مع اصحابي، ابعت في الاوضه فوق لوحدي ما شويه. بتعرفش تقعد لوحدك اصلا. يعني ببعت لك على الواتساب، فاهم؟ قصدي كان يعني فريد تلاقيه داخل عليك الاوضه فجاه. الاقي الصوت مثلا داخله لي تقول لي حاجه بتاع، بس لا يعني بحس ان الفصلان ده هو اللي بيخليني اقدر اكمل واقدر اديكوا اكتر حاجه عندي لما ببقى معاكوا في اي وقت، يعني فاهم قصدي؟ مش فاهم ايه حاجه. اكتر حاجه هعمل كاني مش سامعه؟ ايه اكتر حاجه بتنجويت معانا وفريد؟ اكتر الساعه اللي بيصحاها الصبح اللي هي من 5 الفجر ل6 دي، او يعني من 5 او من 6 الصبح يعني بتبقى في ساعه كده بنبقى هو صاحي، احنا معاه ساعه لحد ما ايه الدنيا تفوق بس الساعه دي بتبقى بحس ان انا فاهمه في بابل كده احنا الثلاثه، فاهمه. ببسط قوي. والسفر طبعا، سفر السفر لما بلاقيه بيشوف حاجات جديده وبيشوف ناس جديده وبتاع وبيكبر قدام عيني وبتاع، بحس ان انا مبسوط قوي. ايه اكتر حاجه اتغيرت فيك بعد ما انت بقيت اب؟ يعني انا كأم يعني انا كلينا عامه حاسه انا بقيت شخص تاني بعد الخلفه. طبعا بقيت من ناحيه عصبيه ايه؟ تايمز مليون. انا من ناحيه ايه؟ امم الحلو والوحش يعني. قولي الاثنين. لا الوحش بقيت عصبيه جدا، مش عصبيه بس. لقيتي؟ هو انا لا ما كنتش كده، انت كده هتطلعي مجنونه. لا 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 الناس دي تشهد وحياه لا ربنا ما لا كنتش لا كده لا والله، صح كنت عاديه. صح بقيت بصراحه بجد اكتر بكتير قوي، يعني خلقي بقى ضيق. مش موجود. امم اه ما بقاش في خلق اصلا، وايه تاني؟ بطلع اللي هو ده انت قصدك في شخصيتك يعني؟ اه. ده الوحش. الحلو ان انا اعتقد بقيت عارفه بخرج طاقتي في ايه، يعني سواء حاجه هتخانق على حاجه، عندي حاجه في الشغل، هستقيل من مكان، قصدي ان انا بقيت عارفه مين بيديني قيمتي، فانا هوفر مجهودي وطاقتي فيه. حاسه اتعلمت الصبر بطريقه ملهاش علاقه بالعصبيه، ليها علاقه بتاعك عليا. عشان انت اتعصبتي بتضحكي عامه. يعني كوميدي قوي يعني، تتعصبي في 3 ثواني وترجعي تاني ايوه خلاص طب تمام ما ما ده فيش طيبه حاجه. على فكره، انا مش عصبيه شريره. انت بتقولي على نفسك طيبه يعني. ايوه طبعا طيبه 100% اقسم بالله، بس هي واحب العصبيه بتاعتك الناس كوميديه كلها جدا، تشهد ببقى عايز بيها. اضحك يعني في وسط ما احنا مثلا ببقى مخنوق مثلا متعصبين على حاجه. فاكر مره لما فريده دلقت عليه اللبن وهو صغير؟ ممكن تحكي القصه ايه دي؟ ده؟ لا فكريني كنت بيها. بردها وبعمل ببرونه بسرعه نسيت اقفلها. نسيت فيها فاللبن كله وقع على الارض. فشربت الدلع. كنت هموت واضحك هموت. بعدين معديه داخله جنب الحمام، سمعت محمد قاعد بره مع فريد بيقول له حبيبي ماما مجنونه دلوقتي. اصل مش عارف اكلم مين اقول له. ماما مجنونه في شخص دلوقتي، معانا هو مجنون. هتعيط. هو اللبن مدلوق عليه هو وعليا. هو غلبان مش فاهم حاجه. هو عايز يشرب اللبن ده، هو كل همه في الحياه. وانا كل همي في الحياه برضه حاجه واحده، عايز الدنيا تبقى هاديه. وانت مجنونه تشدي في شعرك ودخلتي وزعقتي وسبتي اللبن وانت اللي موقعاه اصلا. وامسك دي وحاسس ان انا غلطان. ودخلتي حاسس ان خلاص انا وفريد اتنين غلابه، في واحده مجنونه قاعده معانا. فريد لما بيعمل لو اي حاجه حصلت غلط مين بيبقى السبب؟ انا 100%. حتى انا اصلا مش موجود، ممكن ابقى غلطان وانا في الشغل. يعني وانا في الشغل بتكلميني تقولي انت غلطان عشان حاجه حصلت، ما خلتنيش مركزه فعملت كذا، اكيد انا غلطان. لا بس والله the good thing is ان انا حاسه ان الخلفه خلتني اتعلم ان انا هاطلّع مجهودي مع مين، شخص مضايقني مش عايزاه يبقى في حياتي، مش صح. عايزاه يعني. كبرنا. طب أنت قُل لي الخلفة غيّرت فيّا إيه؟ غيرت فيكي ايه؟ آه، تيجي نلعب كده إن أنت تقول لي الخلفة غيّرت فيّا إيه بس انا لسه وأنا ما قلتش الاول الخلفه غيرت فيا ما ايه. أنا هاسألك بس اصبر بس رُد، عايزة أسمع كلام حلو. حلو. ماشي، انت عايزاني اشكر فيك. تمام. اقول لك الحلو ولا الوحش؟ ما فيش وحش لأ اصلا قُل، بالنسبه لا يا لي. عم في وِحِش يا عم لا إحنا. ما فيش وحش والله قوي. انا بالنسبه لي انا بجد يمكن ربنا هو اللي عامل كده يعني عشان يحسسني ان الوحش حتى حلو عادي. بس بس الحلو فيكي ان انت، انا اكتشفت فيكي ان انت يعني مسؤوله اكتر من ان انا كنت متوقعه، مهتميه بكل تفصيله في فريد، فحاسس ان انت عارفه بتعملي إيه كويس أوي ليه، وبتدّي له أكتر حاجة عندِك برغم إن أنتِ سِت بتحبي الشغل بتحبي شغلِك أوي وبتاع، بس عارفة تبالانسي أوي بين فريد وبين البيت وبين شغلِك وبين أنا. عندِك حاجات كتير أوي المفروض كلّها أولوية، بس عارفة تضبّطي أولوياتِك أوي. فدي حاجة ما اتغيّرتش فيكِ، هي دي حاجة حلوة فيكِ من بدري أوي، بس اكتشفت إن هي أحلى يعني. تحبّي أشكر فيكِ أكتر من كده لأ والّا؟ ميرسي، ميرسي خلاص شكرًا. حاسس أقول لك بقى الوِحِش؟ قُل وِحِش احلفي. حاجة هاقول واحدة، حاجة واحدة. ما حاسس إن ما فيش حاجة والله بجد يعني. لأ بس أنا بقيت عصبية يعني تمام I understand يعني وI بس أنا accept it عشان راجل عندي أصول وبافهم في الصح وكده، ما أقدرش أقول وِحِش في مراتي قدّام الناس وكده، بيني صح. وبينِك لمّا نروّح يعني. كانت إيه رأيك؟ جوزتك. رأيك في الحتّة دي؟ أنت خناقة في العربية. تسمحي لي أقول بقى أنا اتغيّرت في إيه لأ مع قُل لي، لا، فريد لا هاسألك أهو، والقصة دي؟ اتغيّرت في إيه بقى كأب يا محمد؟ لأ، معلش طريقة السؤال تبقى أحلى من كده. محمد بعد ما بقيت أب إيه اللي فيك اتغيّر؟ ماشي، بتكروتيني. آآ فريد بقى غيّر فيّا حاجات كتير أوي والله بجد، من قبل الخلفة وبعد الخلفة أنا بقيت واحد تاني. يعني قبل الخلفة أنا كنت مخطط لحياتي بطريقة تانية خالص، بقيت شخص مسؤول جدًا بزيادة. كان نِفْسي في حاجات كتير أوي، كلّها أول ما شُفت فريد كلّها اتغيّرت.
هو مسؤول عن تغيير في كل قرار كبير وصغير في يومي، في مستقبلي، في كل حاجة اتغيّر كلّه بسبب فريد. عصبيتي في الشارع، وأنا سايق، حد كسر عليّا، حد عمل كنت باخد action زمان صعب جدًا، دلوقتي بقيت ربنا يسامحه، حد ياخد أي action ضدي وِحِش، مش بابقى ضعيف على قد ما أنا، لأ أنا مسؤول من حد في بيت وفي قصة، فمش محتاج أبقى عشوائي خالص في فترة زي دي. فبقيت مسؤول أوي بصراحة من الناحية دي، لأ والplans بقى كلّها بتاعة حياتي كلّها اتغيّرت بسبب فريد، كلّها بقت مصبوبة ناحية فريد. أنا عايز أعلّمه علامة عامل إزاي، عايز أأمِّن مستقبله إزاي، عايزه لمّا يكبر ما يتعبش، عايزه ما يبقاش نِفْسي يكبر يقول الناس تقول له ده بابا هو اللي جاب له، فاهمة حاجة؟ فاهمة. يعني أنا باحب أوي ده، فاهمة حاجة؟ بس مش حابب خالص إن هو يطلع طبعًا هيعتمد على نَفْسه، هيبقى مسؤول وكل حاجة، بس طول ما أنا عايش أنا عايزه يفضل مرتاح ومبسوط، إحنا مش موجودين عشان نتعب يعني. فاهمة. قُل بقى أنت اتغيّرت في إيه كأب؟ أنتِ يعني هتقولي لي؟ أيوه دوري بس بقى. أنا شايف الوِحِش فيّا بقى إيه؟ هاقول بقى الوِحِش دلوقتي. طب أنتِ شايف الوِحِش هتقولي إيه؟ شكلِك مزنوقة في وِحِش أوي ليه كده؟ أنا مش فاهم. إيه الوِحِش آآ طيب؟ مش بصراحة أنا لاقي حاسة إن أنت زي ما أنت، مش لاقي والله ف زي ما أنت، مش لاقي أنا اللي فيّا عيب. اتجننت. أنا بصراحة. لأ، بس أنا بقيت بارد أكتر بصراحة، وده في وقت من الأوقات بيبقى استفزاز إمم. ليكِ، وأنتِ متعصبة وأنتِ متنرفزة، بقيت حاسس إن أنا بارد، فبقيت بارد أكتر، فبقيت حاسس إن أنا مستفز في بعض الأوقات، بس بالنسبة لي طبعًا أنا في نظر نفسي دي مش حاجة وحشة يعني، بس حاسس إن هي بالنسبة لِك ممكن تبقى حاجة مش حلوة، غير كده لأ، أنا تمام والله العظيم أنا أب لأ جامد جدًا يعني، بصراحة أنا حاسة إن أنت بعد ما بقيت يعني طب ما فيش حد يعني حاسة إن أنت محمد عادي ما فيش زي ما أنا أي. صح؟ أنا لأ، لأ أنا عايزِك تقولي الحلو، إيه ده؟ ما أنا هاقول لسه أنتِ حلو يا هتقولي عم بس طب كده وخلاص عايز دلوقتي. هتقفلي الفقرة على كده والّا إيه؟ لأ أنا بصراحة اتفاجئت يعني أنا دايمًا باقعد أقول إن أنا اتفاجئت بيك أوي من ساعة يوم الولادة، قُلتها حتى ده قبل كده، إن أنت كنت واقف إيه في المستشفى بصراحة كنت زي بابي بالضبط، يعني أنا باقعد أقول إن بابي لو كان في المكان ده كان هيتصرّف بنفس الطريقة. لأ وأنت كنت welcoming أوي، وفي نفس الوقت معايا في أوضة العمليات، وواخد بالك من الناس ومن فريد وعنده طهارة وعنده تطعيمات ومش عارف إيه، بس أنا قلبي ضِعف أوي بعد الخلفة، أكتر منّي. صح؟ يعني أنا كنت فاكرة إن الموضوع هيبقى بالعكس، إن أنا هابقى أنا كده باخاف على فريد جدًا طبعًا، بس أنا لو فريد وقع اتخبط أنا ما باتخضش، أنا باتخض. بافضل قاعدة اللي هو يالّا يا فريد فاكرة لمّا كنا قوم. سايقين العربية من يومين كان في مطرة، فدخلت في مَيّة، فالمَيّة من كتر ما هي بسم الله، عالية بسم الله، في إيه يا المَيّة محمد؟ غرقت أنا العربية افتكرت كلّها، العربية اتقلبت ليه أصلًا. جسمي كلّه ساب أقسم بالله. أيوه هي الخلفة ما أعرفش حاجة غريبة جدًا خلِّت يعني. قلبي ضعيف أوي. وبعدين خلي بالك الراجل برضه أقسم بالله العظيم إيه مهدور بقى؟ مهدور حقه أوي والله العظيم. باقول إن أنت بقيت كبرت، فاهم قصدي، فاهم حاسس إن الجملة؟ هي إهانة شوية، لأ أنتِ مش إهانة اتجوزتيني والله. صغير والّا إيه؟ لأ، 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 مش قصدي كده، مش قصدي كده. لأ صح بس أنا أنا كبرت قصدي إن والله. أنت كبرت أوي يعني نضج يعني. نطّيت 10 سنين، اللي هو صح. بقيت بتفكّر في المستقبل بزيادة عن اللزوم مش الطبيعي، يعني الناس مش هتفهم عشان هُم مش عايشين حياتنا، بس أكتر من الطبيعي أنت بتفكّر فيه، كده إحنا عارفين إن كلّه بتاع ربنا وربنا بيبقى نفسي كاتب أرجع كل أبوس تحت حاجة. رجلي، أنزل أجيب العربية اللي أنا عايزها وأسافر السفرية جامدة أوي، بس الحمد لله. تسهر مع بنات وبتاع. لا، 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 عيب، عيب الكلام ده، عمري أصلًا ما عملت كده. لا غيّر والله بس الموضوع. بجد أنا دايمًا باقعد أقول إن فريد محظوظ أوي إن أنت باباه بعد كده تسهر معاه بقى على طول. نفسي يتم طب 18. فاكر إيه أكتر موقف ضحّكك مع فريد؟ حصل من قريب على فكرة. أنا فاكراه. قُلنا أنا وأنتِ نعمل حاجة بقى أب وأم بقى الfamily بقى الcute أوي اللذيذة قعدناه في قعدناه في البانيو يا لهوي! والمَيّة مليانة على الآخر، لقينا المَيّة في الآخر مش نضيفة. لأ، مش ده القصة، إحنا حطيناه في البانيو وهو قاعد جوّه، فجأة لقيت بروكلي في البانيو، لا، لا، دي تفصيلة وحشة دي أقسم لو سمحتِ ما بالله. تقوليها عمل بيبي في عمل خلاص، toilet خلاص عمل toilet إحنا لأ عامةً يا جماعة دي حاجة كده عادية، الpackage لإن كاملة، أعتقد كده كل toilet أب وأم عدّى بكل يعني ما فيش أم ما اتعملش بيبي في وشّها، أيوه طبعًا. التسريبات، الحاجات دي كلّها. طب ممكن نقول حاجة حلوة عليه عشان بس يعني قُل. عشان إحنا خلاص لأ الناس كلّها عارفة إن إحنا هو حلو، بهدلناه لمّا الناس يكبر كلّها عارفة إن هو هيتصدم من حلو. اللي هو يتقال ده. لأ بس هو الحلو خلاص إحنا عارفين يعني الناس كلّها عارفاه وشايفينه يعني، ممثل أوي طبعًا، ممثل جدًا بيقلِّد أوي. بس هو ممثل من هو عنده سَنة دي، فده معناه إن هو طالع لي 100% يعني أنت فريد شبهك والّا شبه يا محمد؟ فريد 100% شبهي. 100%؟ لأ هاقول لِك بصراحة أنت كده مريض. 90% اصبري بقى والله اصبري. يعني أنا واخد حواجبي، واخد مناخيري، واخد بُقّي، واخد عينيكِ أنتِ بس أو عين مامتِك وشعرِك بس، فهو أكيد 100% هي شبهي أصلًا يعني، العين أهم حاجة في الوش. شبهي 100% والله. أوكي، الناس اللي يعني هتقول شبه محمد والّا شبهي، هنحط الصور وتكتبوا لنا في الcomments features تحت. الوش كلّها أنا. بجد، آه. أنت وشك مدوّر؟ ما أنا طلع لي jawline لمّا كبرت فالموضوع بقى مربّع شوية، تمام لكن هو شبهي وأنا صغير خلّي بالِك.
ماشي. شبه وانا طب صغير ما والله. الناس اللي هتقول عامة أنا مش هقول. طيب إيه أكتر حاجة كسفتك من فريد؟ كسفتني. موقف عمله حاجة، ما الحاجات انت اللي برضه بتحصل في خلي بالك المطار، احنا الحاجات اللي عمالين بتحصل في المطار، العياط فجأة، مش في المطار. سويت. لا أنا في حاجة عامة بحبها قوي لما مش عايز اقول حاجه تانية خلاص كفايه احنا بهدلناه خلي بالك خلاص. قلنا لا كل فضايحه عنده موقف لو احنا خارجين في المول، هو فريد اجتماعي بمزاجه وبيبقى عايز يروح يحضن ويبص قوي في وش الناس صح ويفضل قاعد متنح، وانا بحس في ناس ما بتبقاش اصلا بتحب الاطفال قوي ومش عادي فاهمين وبص له جوه تمام يعني انت عايز ايه يعني. وما بيبقوش لا فاهمين. بس انا مش حاسس ان في حاجه كسفني فيها قوي يعني حاسس ان هو طفل ايوه فالناس مش يعني تمام. انا بس ببقى عايزه ابرر. فاكر تبرري له فاكر اول مره مسكته لوحدك بقى خالص بعيدا عننا، يعني محدش كان موجود، محدش كان شايفك. حاسس لما روحنا البيت كنت مديكي كده وقتك لوحدك وانا خدته كان هو صاحي على فكره ما كانش نايم وحطه على صدري كده فاهمه حسيت ان انا كان صغير قوي. بدات احس بقى ان هو ايه بس طبعا مش يعني ما عنديش انا النوع ده مش هتجنن اكلمه اصلا مش فاهم حاجه مش هتكلم معاه في مش حاجه بس زي كان في قصدي حاجات في سر يعني. انت بتقعدي تكلميه اكنك قاعده معاه في ميتنج عشان ده مثلا الصح. اكنه ده ايه. ده الصح والله. مين قال كده ممكن دكتور خالد. خلاص طبعا دكتور خالد يبقى اكيد صح. بس انا لا بس بجد والله قعدت معاه في يوم لوحدينا بس حسيت مش بتكلم قوي كتير بس الافكار دايما في دماغي مفيش وقت معين انا قعدت مع فريد واستفردت بيه انا وهو قعدنا نتكلم بس دايما ببص له بصه انا عايز اعمل لك كل حاجه في الدنيا. انا مستقبلي كله اتغير عشانك انت يا قد كده انت اللي تغير كل حاجه في الحياه. فدايما ده فكري على طول كل ما بشوفه كل ما ببص له كل ما قاعد انا وهو لوحدينا بنلعب مع بعض لوحدينا بتاع بس. بتشوف ان مشاعر الاب بتبقى زي مشاعر الام؟ حاسس عامه ان احنا في بينا حاجه يعني مشتركه قوي ان انت في معروف في مقوله كده دايما بتقول ان الام بتربي الطفل بانك انت بتانيب الضمير او انك انت حاسه انك انت دايما مقصره. انا بقى من ناحيتي نفس الكلام بادّي ابني أو بادّي له كل حاجة في الحياة من ناحية إن أنا حاسس إن أنا دايمًا مقصّر، إيه ده المفروض أعمل له، المفروض أسوي له عشان لمّا يكبر، عشان لمّا يكبر، عشان لمّا يكبر. فحاسس إن أنا كمان عندي الحتّة دي، فبجد دايمًا دي مشاعر مشتركة بيننا، بس طبعًا أنتِ أكيد مشاعرِك أكبر بكتير، أنتِ اللي كنتِ حامل فيه وأنتِ اللي طبعًا قاعدة معاه وقت أطول والكلام ده، تعرف فحاسس ان انا لو في يوم انا جبت بيبي تاني لازم نعمل حلقات عليه عشان هيبقى إمم. بيكرهنا لان هيحس باختلاف أوي وهيحس إن هو غيران صح. وبتاع، بس ايه اكتر وقت بتخاف عليه في فريد؟ أكتر وقت باخاف عليه أنا قلبي ضعيف أوي في القصة دي، وأنا بادّي له وأنا هو بيطعم في التطعيم بتبقى بالتطعيمات. خايف اكتر مني. لأ مش عايز أشوفه أصلًا. ايوه وحقنة بتخش فيه ومش عارف إيه، باحس إن أنا فاهمة، مش عايز أشوف اللحظة دي في مثلًا كان كام تطعيم مثلًا عملناه، لا كتير. مثلًا منهم تطعيمين 3 أنا قُلت لِك مش عايز ييجي مثلًا أو كان عندي حاجة، بس أنا بجد مش عايز أشوفه بيبقى بجد عبيط وبيقطع نفسه وبتاع. بيقطع نفسه وبيعيط وبيأفور. هتعمل ايه بقى لما يبتدي يكبر شويه وتحس ان هو بقى بيفهم؟ لأ لازم يبقى بيقضّي معانا وقت أطول بكتير، خلّي بالِك أنا سايبه لِك دلوقتي، يعني لمّا يبتدي بقى يعتمد على نفسه في كل حاجة حبيبي وانت مش سايبه لي، وفريد بيعشقني، ده الفرق. أوكي فما تقولش أنا ان انت هاسيب مش لِك بتجبي عليا. هاخلّيكِ تتبسطي سنتين 3 هنشوف. بس لمّا يكبر الناس شوية هتشوف. خلاص هاخده معايا بقى مشاوير كتير أوي، امم هاعمل معاه زي ما هو كان بيعمل معايا وأنا صغير، بياخدني معاه مشاوير في كل حتة في الدنيا، فحاسس إن دي حاجة من الحاجات اللي خلّتني أعرف أتعامل مع أي حد في الدنيا، أعرف أتعامل مع أي حد نوع من البشر، فعايز أعوّده من ده من وهو صغير، وأخرّجه وأخلّيه يشوف ناس أكتر، أخلّيه صاحبي أوي يعني فاهمة؟ لمّا يكبر شوية بقى نشوف بقى موضوع البنات ده إيه نظامه يعني. البنات. ده التارجت بتاعك، انت بتعمل ما هو كل لمّا ده عشان يبقى عنده 18 أنا هابقى حاجة و40 فالدنيا هتبقى ده حلوة ده يعني. ده اسمها ايه، مراهقه متاخره؟ أنا هيبقى عندي مراهقة متأخرة جدًا. اسمها كده؟ انا قلت أنا صح. مستنيها أصلًا. مستني مراهقة أنا مستني أبقى متصابي عشان أنا وابني نضبّط الدنيا مع بعض. عارف مش عايزه اقول خلاص مش مش هينفع. لازم خلاص أنتِ بهدلنا الدنيا خلاص كفاية، ده إحنا هنعمل تيت في الحلقة دي عامةً. طيب قُل لي آه. إيه أصعب فترة عدِّت علينا في أول سنة مع فريد؟ أصعب فترة مش حاسس إن في فترة صعبة أوي بزيادة لدرجة إن أنا أقول أصعب فترة عدِّت علينا، بس هي الفترة الأولانية أول عشان 3 كنا شهور لسه تقريبًا. كنا لسه بنشوف الدنيا فيها إيه، ولسه كل حاجة جديدة علينا ومش عارفين إحنا صح والّا غلط، والبني آدم ده والإنسان ده إحنا مسؤولين منه 100% فهل إحنا اللي بنعمله ده صح والّا لأ؟ فكنا بجد لأ، تعبانين نفسيًا أوي، بس الموضوع حلو أوي عشان إحنا كنا متحمسين له أوي، في نفس الوقت إحساس تحفة إن أنتِ شايفة ابنِك قدّام عينِك، فأي حاجة تانية بالنسبة لِك هتبقى تمام. طب شايف الخلفة قوّت حاجة في علاقتنا؟ طبعًا جدًا، إيه بقى؟ أنا مسؤول طبعًا عن ده 100%.
سيبيني ادي لنفسي بقى كريدت وانت لاي ايه فين حاجه. جناحك فين؟ سيبيني ادي لنفسي فين كريدت لاي الجناح؟ حاجه. جناحاتي سايبها في البيت راكنها تحت في العربيه. لا بس كنت دايما بحاول احافظ على احنا الوقت بتاعنا احنا قوي بزياده. إمم. رغم انك انت مثلا هفكرك بحاجات انت ممكن تبقيش واخده بالك منها. لما مثلا نبقى في حاجه مثلا خارجين فيها، ممكن تسيبوا عند مامتك شويه، ممكن مش عارف ايه، طب ما تيجي ناخد فريد، اقول لك لا تعالي ننزل احنا. اجي مثلا اعمل لك كيك في عيد ميلادك، انا مصر ان عشان عيد ميلادك انت، فاكيد احط صورك انت، واكيد هيبقى انت. ليه احط انت عايز تحطي فريد في كل حاجه عشان انت ام برضو، وفي ده فريد اول سنه في حياتنا ومش عارف ايه. انا كنت بحاول احافظ على ان احنا برضو، يعني هو فريد موجود وكل حاجه واخد كل وقتنا، بس في انا وانت برضو موجودين. فاهم حاجه؟ عشان هيبقى في بيبي تاني ايا كان، انا وانت موجودين. فكنت بحاول دايما احافظ على الحته دي قوي. ف... فانا كنت بحاول احافظ على دي قوي، لان دي اصعب حاجه بعد الخلفه لاي اتنين متجوزين، ان بجد الخلفه ممكن تاثر عليكم قوي 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 بزياده، بس لو انتوا واخدين بالكم من البوينتس اللي انا اتكلمت فيها. من غير مثالية وتجميل كلام وكده، عايزة أعرف إيه النصيحة اللي تقولها لكل أب داخل على أو كل راجل داخل بقى على إيه، إن هو يبقى أب ومراته قربت تولد أنا دايمًا باقعد أقول إن أنا الحمد لله، الحمد لله كنت محظوظة أوي إن أنت كنت معايا وsupportive وآمم كنت دايمًا بتحسسني إن أنت بتعمل قد اللي أنا باعمله، حتى لو أنا ممكن أكون كنت باعمل أكتر بكتير، بس أنت كنت you're giving your maximum. فده كان مهدّيني، ومش بس بقى في الخلفة، كمان في تعاملك مع شكلي، مع هرموناتي، مع كل اللخبطة اللي أنا باتعامل بيها، تنصحهم بإيه؟ بُصّي، مش حاسس إن أنا في مكان أوي بتاع نصيحة إن أنا أنصح بزيادة، بس في نفس الوقت أنا عدّيت بexperience، فعايز الناس اللي هتعدّي بيها بالضبط هي، اللي هو أنت أب أول مرّة. أهم حاجة في القصة دي كلّها إنّك أنت تطوّل بالك أوي على البني آدمة اللي عدّت بأصعب حاجة ممكن تعدّي بأي بني آدم في الحياة، هي الحمل والخلفة. فلازم يبقى خُلقك واسع أوي، لازم تبيّن قد إيه إنّك أنت دايمًا غلطان في أي حاجة بتحصل، وأي سوء تفاهم في الفترة الأولانية دي، ده بيهدّي الدنيا جدًا. لازم أنا كنت باتعامل معاكِ على إنِّك أنتِ فترة هترجعي تاني الطبيعي بتاعِك، الشخصية الطبيعية بتاعتِك. ما كنتيش طبعًا مش 100% مختلفة، بس لازم تطوّل بالك أوي، لازم تبقى مسؤول أوي إنّك أنت تفضل دايمًا في ضهرها، دايمًا محسّسها إن هي شكلها حلو، ما شكلها ما اتغيّرش ولا حاجة، وجسمها ما اتغيّرش ولا حاجة، بغض النظر هي تخنت قد إيه، خسِّت قد إيه، شكل بطنها بقى عامل إزاي، الكلام ده كُلّه أكِن ما فيش أي حاجة حصلت، عشان ده أول حاجة هي حاجة غصب عنها 100%، وأنت في الأول وفي الآخر هي فترة وبتعدّي، يعني كل ده مؤقت. فدايمًا كنت دايمًا باقول لِك إحنا فترة صغيرة وهتعدّي، كل اللي أنتِ شايفاه ده وكل التعب اللي أنتِ تعباه ده هو هيكبر، هييجي له وقت وهيكبر، وهتفتكري أصلًا الوقت ده تقعدي تضحكي عليه. فلازم الكلام بينفع أوي، مش مجرد أفعال بس، لأ هو كلام وأفعال في الفترة دي بالذات. وأنت بقى كبني آدم كمان كزوج يعني أو كأب، باحس إن أنت المسؤول أوي عن يعني مجرى العلاقة دي هتمشي إزاي أنت ومراتك. مش باتكلم على البيبي دلوقتي، باتكلم على أنت ومراتك هتبقوا عاملين إزاي في المستقبل، لأن الخلفة ليها تأثير كبير أوي، بتتحط في مواقف كتير أوي، بضغط نفسي مش طبيعي، مسؤولية مش طبيعية. فأنت المسؤول عن إنك أنت الكنترول على كل ده، و وتمشّي الدنيا حلو عشان تطلعوا من ده، ويبقى فريد كبر وأنتم، أو يعني فريد كبر، ابنكم كبر وأنتم فُقتوا خلاص، رجعتوا تاني طبيعيين وأنتم الاتنين الخلفة ما أثّرتش عليكم 100%. بس، فحاسس إن دي أكتر حاجة مهمة، بغض النظر عن أي حاجة تانية يعني، دي أهم حاجة عندي بصراحة. بس، ماشي، لو طلبت منك بقى تقول حاجة لفريد يشوفها لمّا يكبر، تقول له بغض النظر عن أي حاجة قُلناها قبل كده إيه؟ دلوقتي هنقول حاجة حلوة. أنا بجد هابقى أفكّر إن هو دلوقتي بيتفرّج عليه وهو كبير، يعني هاحاول آخُد الmood ده. مستوعبة أصلًا هاحاول الموضوع آخُد ده، الmood ده، هيبقى كبير وهيشوف الفيديو ده، فاهمة؟ فاهم. هاقول له آآ هاقول له إن أنت لازم دايمًا تبقى عارف إن أنا عملت أكتر حاجة في الدنيا، وباعمل أكتر حاجة في الدنيا عشان أنت تبقى مرتاح ومبسوط في حياتك، وما بتتعبش خالص في حياتك، ودايمًا باعمل أقصى حاجة عندي عشان أخلّيك أحسن واحد في الدنيا، وأحسن منّي في كل حاجة أنا عدّيت بيها في حياتي. وطبعًا كل حاجة بتحصل يعني بتاعة ربنا وكل حاجة، بس بنحاول على قد ما نقدر أحُطّك في الحياة اللي أنا كان نِفْسي تبقى موجودة في حياتي أنا عامةً، وتبقى حياتك أحسن منّي بكتير في كل حاجة، من ناحية كل حاجة في الحياة. فإن شاء الله ييجي الوقت إنّك أنت تشوف الفيديو ده وتعرف إن أنا قد إيه بادّيك، ومن طاقتي ومن وقتي ومن مجهودي في كل حاجة، عشان تبقى أنت أحسن حد في الدنيا وأحسن منّي في كل حاجة أنا عدّيت بيها في حياتي. بس، بس. إيه رأيك؟ نِفْسي أهزّر عشان خلاص هاعيّط دلوقتي ممكن؟ يالّا، يالّا نهزر. يالّا. محمد ولينا. أقول لكم حاجة تجاوبوها سريعًا. ماشي. أوكي. مين قال الجمل دي؟
انا تعبت من قله النوم. محمد على طول اقسم بالله ما بيقولش بقاله سنه. انا عشان انا في سنه كامله في يوم واحد بس نمته حلو، فاكره كان يوم جمعه، كنت نازل اصلي الجمعه حاسس ان انا فايق، اقسم بالله يوم واحد كان حلو جدا، فعادي ايه المشكله. كداب. انا اللي تمام. بشيل المسؤوليه اكتر. لينا 100% هي اللي بتقول الجمله دي على طول، انا صح؟ محتاج يوم لنفسي. محمد بصراحه احنا لازم نخلف تاني. انا اه 100% نفسي في 6. لينا لو فريد عيط فجاه بالليل محمد هيعمل ايه؟ واحنا بنعمل ايه؟ ساعات بنعمل عبط احنا الاتنين عامة. بنعمل مش سامعينه لا لحد ما حد يقرر يقوم له، او بصراحه اعترف اعتراف. بقوم انا شويه وانت شويه والله. ساعات بعمل ايه؟ اقول له محمد دي 10 مره قوم لي فريد، قوم انت بقى بجد، واكون اصلا ما قمتش ولا وانا مره. ببقى عارف والله، ببقى عارف ان هي ما قامتش ولا مره، بس بتصعب عليا وبضطر اقوم انا، بس بنقسمها يعني. محمد اكتر حاجه بتضايقك بتتضايق من لينا فيها ايه؟ عامة في الحياة ولا في فريد؟ عامة اكتر حاجة بتضايق منك فيها ان هي بتحب الاكل بزيادة قوي، وانا بحب اعمل دايت عشان بحب اظبط جسمي، بس ما عرفتش اعمل كده من ساعة ما النص التاني من الجواز فترة الجواز واصلا الاكل ده مفيش احلى منه. اهي دي المشكلة الكبيرة جدا اللي في حياتي، دي بعدين قصة احنا نعيش حياتي، كام يوم يعني عشان نقعد نظبط الدنيا ما نتبسط ونهيص. دي قصة حياتي. بعمل دايت، بنصحى تاني يوم الصبح عايزين نفطر ماكدونالدز. محمد ممكن تقلد لنا لينا لما بتتعصب؟ عايز اجيب موقف معين. اول حاجة هي يعني بتتعصب من 0 ل100 في ثانية، وفجأة بتهدى تروح معيطة. لا يعني قلدها. اقلدها صعبة دي شوية، لا بس يعني بص، هي اكتر عصبية بتضحكني يعني بتتعصب قوي وهي مخنوقة بالعياط. لسه لا انت قصدك لو حاجه احنا متضايقين من بعض فيها يعني؟ اه اه محمد بجد انا اصلا ما عملتش حاجة، بجد ليه كل ده بتعمل ليه كده بجد؟ تروح معيطة. ايه يا جماعه بوظتوا فبتطلع وفي الاخر تروح اخر العصبية تروح معيطة، وابقى انا اللي بصالحها. الموضوع بيقلب ان انا اللي كنت متعصب، تروح هي هو انت ليه بجد بتعمل كده يا محمد؟ خلاص بجد عشان تروح معيطه، راح واخدها في حضني نخلص القصه. ما هو في سؤال تاني بقى كنت هسأله، لما بتتخانقوا مين بيبدأ يصالح التاني أكتر؟ 100% انا. لا اعتقد لا، انت كده بتكذب. ايه ده لو احنا متخانقين هننام مع لا بعض؟ 50-50 على حسب مين اللي مزعل التاني. لا مش 50-50 خالص. انت عمرك ما بتبتدي بتاكل كفته بالطحينه وبتفكس الدنيا. بقى ساعات ما متخانقين فتروح هي طالعه لا فوق انا احكي لك قصه كفته بالطحينه. مره كنا متخانقين وطلعت بقى الاوضه فوق متضايقه ومعيطه وبتاع، بفتح الكاميرا بقى اشوفه قاعد تحت بيعمل ايه، طالب من كبابجي كفته بالطحينه، فاتح التلفزيون وعايش اسعد لحظات حياته. ده عشان يبقى عندي طاقه ان انا اعرف اصالحها واعرف اهاتي معاها في الكلام، ويعني انا حاسه ان هي بصراحه نسبه متكافئه. 50-50. اه انا شايف بصراحه 70-30 ليا انا. طب مش هصالح تاني. لينا لو خرجتوا مع بعض وقعدتوا في مطعم ولقيتي فريد عك الدنيا، احكي لنا رد فعل محمد بيبقى عامل ازاي؟ محمد الاول كان بيبقى مكسوف، بعدين خلاص بقى بقينا اللي هو يعني بقى عادي، ما بقاش فارق لنا، هيعيط هيسرب هيقلب الاكل هيكسر حاجه. لسه اقول لكم اللي هي بتعملوا ايه بعمل ايه؟ لما فريد يبهدل الدنيا في مطعم بعمل مثلا، ايه؟ قاعدين رجع عمل اي حاجه في اي حته. بعمل ايه؟ لا بتعصب عليا انا، اكن انا اللي خليته مثلا هو كده كده يعمل محمد حاجه. السبب. انا 100% انت لخمه، انت مش عارف تديني الحاجات، انت مش عارف تعمل ايه. لازم ابقى انا السبب، محمد السبب. فلازم ابقى بارد وهادي عشان المواقف دي كارثه. محمد كلمة لينا بتقولها لما فريد يعند معاها؟ لا انا اعتقد بغير توم فريد، بتغيري يعني ايه؟ بقول له فريد بطريقه. كلمه بتقولها له. لا بصي، هو دايما لو فريد تعبها شوف ابنك بقى بيعمل ايه، لازم ابنك انت، انا لوحدي. لو فريد لذيذ ابني حبيبي ده طالع لي انا في كل حاجه، لازم في اختلاف. صح شوف ابنك بقى بيعمل ايه، فاهم؟ لو متعب بيعيط بتاع، انا ابني صح. دلوقتي ابني لذيذ وبيهزر وبيضحك، اكيد 100% ابنها، مش ابننا احنا خالص. طيب لما لينا بتتوتر أول كلمة بتقولها إيه؟ ايه دي؟ دي بتعصبها اكتر، دي بيبقى توتر وعصبيه في نفس الوقت، بحاول اخليها تهدى، بس ايه دي بتقولي بتعصبني. مين بيدلع فيكم فريد أكتر؟ لا انا طبعا. بصي هو احنا لا الاثنين احنا قوي، الاثنين، بس انا بس لينا بدلعه. اكتر. لينا اكتر، انا ببقى عايز العب معاه واشيله وانطه انا مش وهربده كده. وارميه على السرير وعايزه ينشف شويه، ولكن هي بتدلعه اكتر بصراحه. مين بيختار لبس فريد؟
لا لينا، دي 100% لينا. يعني اللبس ده الحاجه الوحيده اللي انا لا بس محمد باخد يعني ما لبسوش اوتفيت الا لما اسال محمد ايه رايك في ده. بس انا مأجل شويه تدخلي في اللبس لحد ما يكبر عشان يبتدي يلبس زيي، عشان انا اكيد هيطلع يلبس زي ان شاء هو الله اصلا يلبس. بيلبس زي دلوقتي بدأ شويه بس هي بتاخد الافكار كلها الاوتفيتس كلها مني. بس لما يكبر شويه هبتدي ايه اهتم انا باللبس ده، انزل اجيب له لبس لوحدينا ونختار لبس لوحدينا ونسيبنا بقى بس منها دلوقتي خالص. انا بصراحه محمد لما بتسافروا بتاخدوا فريد معاكم. عايزه اقول لنا موقف محرج عمله فريد وانتوا في السفر. عندنا مواقف. بس في موقفين. امريكا لما انا آه. كنت جالي امساك و والموقف التاني بتاع فرنسا. الحلقه دي ريحتها وحشه. فاضل حاجه واحده والله، فاضل البلغم مثلا. يا جماعه هو مش الناس كلها بتجيلها امساك عادي؟ احكي الموقف ده مفضل. طيب معلش سيبيني احكي القصه دي. احكي اولا. انت عارف انا كنت طب هقول ايه؟ ثانيه واحده يعني انا ما كنتش هقول مثلا، كنت اقول لينا وهي في التويليت عادي، بطنها ما هو وجعاها. الناس لازم تفهم انا ليه قاعده في التويليت 50 دقيقه. بطنك وجعاك 50 دقيقه بطني وجعاني مخرج. ما تخرجي فعلا. احنا كان عنده تقريبا 3 شهور وكنا في امريكا وقاعدين وموجودين في محل كده كبير قوي. في محل اسمه تارجت. فلينا قالت لي تقريبا مش لازم اسمه كان تارجت ولا ماشي. المهم الاسم قوي يعني. المهم فلينا دخلت التويليت وانا معايا فريد بدأ يعيط ان هو عايز ياكل، وانا في الفتره دي بتوتر قوي لما يعيط في وسط ناس، مش عايز الناس تتضايق يعني جوه مكان وصوته بقى بيرن في قلب المكان وبيعيط قوي. فلينا بتتصل بيا بتعيط هي كمان في التويليت بطنها وجعها مش عارفه اعمل ايه، وهو منهار عياط وانا في النص بتقول لي هو اكيد وهي بتعيط بجد روحك تطلع يا محمد. روحي بتطلع بتموت وفريد بيعيط منهار وانا في النص. طب اروح لها التويليت، هخش لها التويليت ازاي؟ اصلا مش هينفع. لا وحاول وهو يفتح الشنطه عشان يعمل له باطل. ما انا هقول دلوقتي هتسيبيني اكمل ولا ماشي؟ بتحكي وحش بتحكي بايظ. ليه يا ستي والله؟ بفتح الشنطه ما لقيتش المايه السخنه اللي هعمله بيها الرضعه بتاعته اللبن، فبقيت بدور على مايه سخنه. هي اكيد ناس كانت فاكره انت خاطفه 100% لو ان هو شبهي شويه. المهم فرحت ايه بدور على ميه سخنه، رحت كده مكان بقول لها عايز بويلد ووتر، خلاص بقى عيط انا كمان. جابت لي الست قالت عليها مجنون بس بينت لها الببرونه، فجابت لي ميه سخنه. وفي نفس الوقت وانا بحط الميه السخنه وبعمل له لبن هو منهار عياط وهي بتكلمني على الموبايل انا عامل كده بيخبطوا عليا الباب بقى بتعيط. بيتخضوا. فانا بعمل دلوقتي لبن اللي بيعيط وانا واقف على باب الحمام عشان هي منهاره جوه عياط. فاهمين الموقف عامل ازاي؟ في موقف بس الحمد لله يعني بهدوئي وبرودي عديت الموقف بمنتهى يعني هي فضلت اهديها شويه اقول لها اهدي، مش عارف اقول لها ايه يعني، مش هينفع اقول لها مثلا حاجه اتصرف في حاجه اعمل حاجه، مفيش اي حاجه تصرف مني. لازم من ربنا القصه دي يعني. لازم ربنا يسهلها يعني. في موقف تاني. فريد بقى خلاص يعني خد اللبن خلاص سكت. اخر سفريه اه كنا عاملين تشيك اوت من الاوتيل وخلاص ميعاد الطياره بالليل، فمعانا عربيه بسواق بنلف بيها لحد ميعاد الطياره. فلابسه لبس السفر خلاص. لابسه لبس السفر وشنطنا في خلاص بقى احكي بقى انا اسف احكي. هو ايه انترفيو محمد؟ خلاص ماشي اتفضلي. ماشي. المهم قاعدين على كده في الشانزليزيه في كافيه كده، وفريد نايم ومحمد قاعد طالبين 2 هوت شوكليت وطالبين هوت شوكليت وعايشين بقى اجواء رومانسيه جدا. ففريد ابتدى يزمزم فشلته من السترولر بحطه عليا قام مرجع جزر ببطاطا. يا بنتي مش لازم نوع الترجيع. لا عشان الناس تتخيل قد ايه. توقعت ريحته من شعري لرجلي محمد السبب. لا انا بقى بعمل ايه؟ ما هو في موقف زي ده لو خدته واتكربكت في 2 هوت شوكليت هيقعوا ما يقعوا هيبقى ترجيع بالهوت شوكليت فمش هينفع خالص. فقلت اشيله من بعيد، فانا بشيله راح مكمل على شعرها شعري بقى. فبقيت انا السبب في كل ده والترجيع والقصه دي كلها. خدته شيلته وطبعا هو شايله كده من بعيد وتصرفنا في الاخر بس بقى اتصرفنا الحمد لله. بس ده كان موقف محرج اكتر ان في ناس جنبينا ما استحملوش الموقف. لا وفي فرنسا بقى فالناس اصلا بالنسبه لهم احنا اللي احنا بنعمله ده يعني رجعوا على بلدكم بقى. الناس قام بصوا لنا كانوا عايمين ماشيين فاهمه. لينا بتحب الخروج ولا القعده في البيت؟ لينا بتحب الخروج وانا بحب القعده في البيت. انا 50 شويه، بس هي بتحب الخروج قوي. يعني لو جالها يوم قاعده في البيت مشكله. احنا ازاي بقى لنا 12 ساعه قاعدين في البيت؟ اقسم بالله يعني عايز خلاص دلوقتي تخرج، خارجين بقى لنا 4 ايام كل يوم، لا النهارده هنخرج. طيب لينا لما بتقعدوا في البيت بتقضوا وقتكم ازاي؟ بنلعب بلاي ستيشن. صح. في لعبه كده بنقعد نلعبها. افلام بنقعد نتفرج على افلام. بس انا عندي مشكله ان انا تقريبا عمري في حياتي ما كملت فيلم. يعني فيلم اول بيشتغل انا بنام ايا كان الساعه كام الوقت كام ايا كان اي حاجه. صح. بنام على طول. اول 10 دقايق من الفيلم
بلاقي لينا مددت ونامت. مهما كان الساعه وانا كام. مشكلتي ان انا بتفرج على فيلم لازم في حد يتفاعل معايا، عايز اقول له بص حصل ايه، مش عارف اجي اقول لها بص الاقيها نايمه، فده مع احنا ان كده انا بنتفرج على شخص ما فيلم. بيحبش النوم، بس وانا في حاجه ليها علاقه بالافلام ما اعرفش ايه بصراحه، مش ما اعرفش. طب دلوقتي في تحدي، اللي هيجاوب اكتر حد هيجاوب عليه ويعرف الاجابه هيكون هو يعرف فريد اكتر. ماشي. اوكي. اول سؤال، فريد بيصحى كم مره في الليل؟ بيصحى كم مره في الليل؟ بيصحى ما بعدش يا جيمي. يعني بحس الافرج مرتين بالليل الافرج مرتين على دلوقتي. حسب. لا صح. يعني ماشي تمام، فاهمة مرتين قصدي؟ ل4 على حسب. ايه اكتر اكله بيحبها فريد؟ الموز. الموز صح. ايه ده برافو صح عشان هو الموز. طالع لي في القصه دي. صح. اكتر حاجه بتهديه لما يعيط؟ فيديو كلاب بيرقصوا على التيك توك، في اي كده كلاب بيرقصوا فعلا على تيك توك، او بيفضل يحرك راسه معايا زي العبيط كده يمين وشمال. عشان الناس ما تفتكرش هنتفرجوا على سكرينز كتير يعني، بس احنا في حاجه تانية. سكرينز ايه ده؟ فيديو تيك توك 30 ثانيه. تديله اي حاجه هبله، يعني مثلا اديله ازازه ميه، اديله كتالوج، اديله ريموت التلفزيون ريموت برضه. في اي صح. حاجه هبله هيسكت. مقاس شوز فريد كام يا محمد؟ 5. واو شاطر. صح 100% صح. اصل ده مش انت اللي بتشتري له، انا اللي أيوة. يعني دايما انا اللي صح. طيب اخر مره لينا غيرت الدايبر لفريد كانت امتى؟ انت بتعمل كده ليه؟ من امبارح بالليل. امبارح. لا هو اللي معرفش. لا امبارح، ما ممكن ايه ما ده؟ ابقاش والنهارده موجود. الصبح والنهارده ثواني الصبح بس، انا ما كنتش والنهارده صاحي الصبح. مثلا في دي، فاهم قصدي؟ يعني انا ما كنتش صاحي طبعا. فوق كده فوق. امبارح انا اخر أم مره شفتها مثالية. اخر مره شفتها امبارح بالليل. النهارده الصبح. انا كنت نايم طبعا، عشان هعرف ازاي؟ الله، هعرف ازاي والله؟ ما انا نايم امبارح بالليل. طيب تحب لما فريد يكبر يبقى ايه؟ يبقى ايه؟ ايه مش فاهم. يعني يبقى اوكي. اشتغل ايه؟ مش عارف ليه دماغي راحت بعيد. هي راحت ليه يعني؟ كان حاسس السؤال. مش عارف. حاسس عايزه يبقى ايه؟ عامه نفسي يبقى ليه علاقه يعني تمثيل، اعلانات، ايوه الكلام انا ده. كمان نفسي قوي، يعني نفسي هو قوي يبقى حاسه بيبي لايق ستار قوي كده. على كده. محمد كنت مبسوطه قوي بجد ان انت كنت، لا بجد كنت مبسوطه قوي والله. دايما ببقى في كل كده حاجه بستنى الحلقه اللي انت بتبقى معايا فيها. انا كنت انبسطت قوي وطلعت كلام كده كتير قوي اتقال وهزرنا وبتاع، فحسيت ان انا وبجد مبسوط. شكرا على السبورت، وشكرا ان انت في حياتنا، وربنا يستر بقى الحلقه دي تعدي على خير، واستاذ فريد ما يبلاش مننا لما يكبر. ان شاء الله. ثانك يو. نسمي الله يا اساتذه. 3 2 اكشن. هموت من الضحك. فريد عنده سؤال مهم قوي يا دكتور. عايزه جد كتير ولا في هزار؟ يلا نظر. والله الذاكره بترجع اهي واحده واحده، بس واحده واحده. الامومه مش سهله. يا رب تستفادوا منها لا بص عايز اخدها وان شوت. مسؤوليه كبيره قوي بتبقى فجاه مش عاجبني. طب ماشي، بسم الله اخر مره ان شاء الله. هاديه بقى عشان هتموت. هنقلب بقى. انا بصي لا هعيط. هو يا عم في ايه يا عم؟ بهزر. مود مقفول كده. بس go round them. انت يا لينا يا بطاوي. يلا ده الكلام. بطلوا عيط بطلوا. بحبكم قوي. لاف يو يا لينا.